من بعد ما تشوفي الفيديو ده مش هتعملي غير الطريقة دي طريقة حلوة جدا لشوي الفراخ او لتتبيلة الفراخ. من بعد ما تشوفيها هتعتمديها دايما في شوي الفراخ بتاعتك. التتبيلة يا جماعة حلوة جدا، مميزة وخطيرة، وكمان طعمها حلو جدا. اول حاجه معايا بوله هحط فيها معلقه ونص من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من السبع بهارات. بعد كده معايا معلقتين من البابريكا، ومعلقتين من توابل الفراخ. بعد كده معايا معلقه من الثوم البودره، ومعلقه من البصل البودره، ومعلقه كبيره من التوابل المشكله. بعد كده معايا معلقه كبيره من الزعتر، وعليهم معلقتين كبار من الخل. هنزل عليهم بما يقارب ب3 معالق من زيت الزيتون. طبعا ممكن تحط اي نوع تفضليه. بعد كده بقى هنزل بمعلقة كبيرة من العسل الابيض. هنزل عليهم بما يقارب بنص كوباية من صوص الباربيكيو. طبعا يا جماعة انا مكترة في الكمية شوية علشان انا عاملة 4 فرخات. طبعا لو هتعملي على قد فرخة او مثلا على قد فرختين هتنزلي بنص الكمية دي. يعني لو فرخة مثلا من كل حاجة معلقة صغيرة. بعد كده بقى هقلب المكونات دي مع بعضها. طبعا احنا هنقلب لحد ما نشوف قوام التتبيله عامل ازاي. لو لقيناه تقيل هننزل عليه بنص كوبايه من الميه. بعد كده بقى حطيت نص كوبايه من الميه. طبعا التتبيله كانت تقيله، فانا فكيتها بنص كوبايه من الميه وهقلب. طبعا احنا كده ظبطناها، يعني القوام مظبوط وكل حاجه مظبوطه. دي بقى الفراخ بتاعتي انا هنزل عليها بالتتبيله اللي انا عملتها. طبعا انا كان عندي 4 فرخات، دول اللي موجودين دول 3. الفرخه التانية انا تبلتها. هبدا بقى ان انا احاول ان انا يعني ايه ادلك الفراخ بالتتبيله دي، واحاول ان انا ادخلها في كل مكان كده من الفرخه. طبعا الفراخ دي يا جماعه ما اتعملتش في نفس اليوم، يعني انا تبلتها وبيتها في الفريزر لتاني يوم. يعني طبعا كل ما الفراخ باتت مدة أطول في التتبيلة كل ما بقت طعمها أحسن والتسوية بتاعتها بقت أسرع. تمام. أنا دلوقتي هحط الفراخ في أكياس تلاجة. طبعا أنا ما عملتش الكمية دي كلها، أنا عملت فرختين 2 بس. طبعا أنا كنت بعمل كده علشان كنت عايزة أفرز الفراخ بالتتبيلة بتاعتها، وبجد يعني الطريقة دي أنا مجرباها كتير جدا، بتفرق في طعم الفراخ. دلوقتي انا حطيت كل فرخة في كيس تلاجة وهعينهم في الفريزر. طبعا انا طلعت اللي انا محتاجاه والباقي اتعان. وطبعا مش عايزه اقول لكم يعني الفراخ لما اتعانت في التتبيله مده اطول فرقت جدا في الطعم وفي التسويه. الفرختين اللي اتعانوا يعني اللي اتعملوا بعد الاولانيين كان طعمهم احلى من اللي قبلهم. تمام. انا كده حطيت الفراخ في الاكياس بتاعت التلاجة وهحطهم في الفريزر. جيت بقى تاني يوم حطيت طلعت الفراخ يعني وحطيتها بره لحد ما التلج اللي عليها فك. طبعا انا بحطها مثلا من الصبح، يعني بشيلها من الفريزر الصبح لحد ما تفك براحتها، لاني مش هحطها في ميه ولا اي حاجه خالص. يعني بتفك براحتها. بعد كده بحطها بقى في الصينيه اللي انا هعمل فيها الفراخ اللي انا هشويها فيها، وبحطها في الفرن. طبعا بكون مسخنه الفرن وبحطها في الفرن وبلفها بورق فويل. بعد كده بقى لما بتستوي بشيل الفويل من عليها، وبكون جايبه معلقتين كبار من الزبده وعليهم مقطعه بقدونس. وبعد كده بدهن الفراخ بالخليط ده. طبعا هيديها لون حلو جدا،
وكمان الزبدة هتدي للفراخ طراوة. طبعا يا جماعة الصوص اللي في الفراخ من تحت ده انت بتجيبي معلقة كده وبتحطي منه على الفراخ من فوق، هيديها لون حلو جدا. تاني حاجة بالنسبة للفراخ هي مش محروقة خالص من تحت، ده صوص الباربيكيو هو اللي عامل اللون ده تحت، لكن هي ما اتحرقتش. هندخلها بقى تحت الشواية هتاخد لون. طبعا يا جماعة الفراخ بصراحة كانت حلوة جدا، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وكمان يعني انا عايزة اقول لكم والله لو جربتوها هتعتمدوها جدا. كانت الفراخ طرية وحلوة جدا وواخدة لون جميل زي ما انتم شايفين.